كنتمنى انكم تكونوا مزيان وبصحه جيده. الوغ في هذا الفيديو هذا ان شاء الله باذن الله غنعطيكم بعض التقنيات باش تحصلوا على نقطه مزيانه واخا ما تكونوش حافظين المصطلحات وما تكونوش كملتوا الدروس كلها بالحفاظه. 16 درس في الاجتماعيات مجموع فيها التاريخ والجغرافيا. اول حاجه غادي نمشيو للامتحانات الجهويه. كاين بالنسبه للاشتغال على الوثائق سواء الجغرافيا او التاريخ اللي من خلالها نقدروا نجاوبوا غير بالفهم فقط، نقدروا نجاوبوا بالفهم. هنا ما كنهضروش على الحفاظه. مثلا عندنا الاشتغال على الوثائق، عندنا الشرح التاريخي اللي كيكون فيه المصطلحات وغالبا كيكون الشرح ديالنا في الوثائق بطريقه غير مباشره. ديما داك المفاهيم اللي كيطلبوا منكم انكم تجاوبوا عليهم او تعطيو تعريف عليهم كيكونوا في الوثائق بطريقه غير مباشره. من خلال الفهم ديالكم والقرايه ديال الوثائق غادي تهزوا المفهوم وغتكتبوه وغادي تاخذوا النقطه ديالكم واخا ما تكونوش حافظين. اعيد واكرر، راه غتاخذوا النقطه ديالكم واخا ماشي بالحفاظه فقط خديتوه من الوثائق، حيت راه غير عرفتوا تهزوه من الوثيقه وكتبتوه هذا بحد ذاته راه جواب. زائد عندنا السياق التاريخي اللي فيه الزمن والمكان والحدث، وهذا سهل كديروه من خلال الوثائق. كتكتبوا من خلال الوثائق وجوج نقيطات وكتكتبوا تبداو تجاوبوا الزمن والمكان والحدث. هذا بالنسبه للتاريخ. كان عندنا الجغرافيا كيكون عندنا التوطين، الخرائط كاين المبيان بالاعمده، كاين بالمنحنى قطاعي. وهذا دابا حاليا تقدروا تشوفوا مثال واحد فقط من خلال التصحيح ديال الامتحانات وتخدموا به، تمشيو غير فقط للتصحيح واحد. ماشي الامتحانات اللي كيكونوا فيهم تصحيح غير عوارض. بزاف اللي كيسولوني التلاميذ بزاف كيسولوني في المجموعات على حسب حنا كنمشيو للتصحيح ديال الامتحانات ولكن كنلقاو غير العوارض. لا، راه كاين في الكتاب ديال كرونو تصحيح ديال المصححين كيف ما كتدخلوا تكتبوا نتوما. ماشي كيوريكم طريقه الاجابه، طريقه غير كيفاش تجاوبوا، لا كيعطيوكم الجواب كيف ما نتوما خاصكم ديروه. راه كاين في الكتاب ديال كرونو وجميع الجهات. زائد عندنا الاسئله اللي كيقول لك استخرج من الوثيقه كذا وكذا وكذا الى اخره. حتى هادو من خلال الفهم والقراءه الجيده للنص والفهم غادي تجاوبوا عليه. غتكتبوا من غير هو كتركزوا على الطريقه ديال الجواب كما قلت لكم. غتكتبوا من الوثيقه واحد او جوج او ثلاثه، الوثيقه اللي سولوكم فيها جوج نقيطات عارضه وتبداو تجاوبوا من خلال النص. كيبقى غير اخر سؤال فقط، كيبقى اخر سؤال اللي كيعتمد على الحفظ واللي عليه جوج نقاط. هذا ماشي مشكل، نقولوا تقدروا انكم ما تجاوبوش عليه، غير هو من خلال تقدروا غير من خلال شويه ديال الفهم ديال الدروس حتى هو تجاوبوا عليه. ولقيتوا شي حاجه في النص متعلقه به تحفظوا. غير كنقول لكم بالنسبه اللي ما كفهمش الوقت انهم يكملوا، كيبقى هذا السؤال اللي غيلقاو فيه الصعوبه وعليه جوج ديال النقاط صافي، ويقدروا يداركوا الموقف الا جاوبوا بطريقه ذكيه في الوثائق. اتفقنا. دابا ندوزو للنص المقالي اللي كيعتمد على الحفظ والفهم ومنهجيه الاجابه على النص المقالي. غنخليو الحفظ والفهم، غنعطيكم واحد الطريقه، غنمشيو غير للمنهجيه. ما كايناش منهجيه اللي غادي نبقى نقول لكم عمروا الفراغات، ولا المنهجيه اللي خاص تكون ما فيهاش اخطاء. زائد تكتبوا غير داكشي يطلبوا منكم، ما تزيدوا ما تنقصوا. ماشي تحفظوا داكشي كله اللي تكتبوه اللي كاين في الدفتر اللي في القسم، حيت الاستاذ مطالب انه يكتب كل شيء، لكن في الاطار المرجعي ما كيكتبوش، ما كاينش داكشي كله. فقط جاوب غير على داكشي اللي عطاو، غير الاسئله وما تطولوش. بالعكس كل ما قصرتوا كتبتوا غير ما تنساوش الفقره. هذا مثلا من خلال الاطلاع ديالكم على التصحيح ديال الامتحانات غتشوفوا المصحح كيفاش كيصح، كيفاش كيبدا المقدمه ديما كنبداوها بفعل، ونديروا الاسئله ديال نطرحوا الاسئله اللي داروا حتى هما طرحوه. نمشيو للعرض ونبداو بفعل. كذلك بالنسبه للخاتمه ونجاوب كيف ما كيجاوب المصحح. حاجه اخرى اللي غنركز لكم عليها وكياخذوها بعين الاعتبار، مثلا انا كنت كنكتب الاسباب الحرب العالميه الثانيه. اسباب الحرب العالميه الثانيه معاهده فرساي وهنا بحال اللي غير حافظ ديما نحاول انني نجبد ادوات الربط اللي تكون حاجه كتربط لي حاجه كتديني الحاجه. مثلا معاهده فرساي مما ادى الى اندلاع الحرب العالميه الثانيه، هذه بالنسبه لاسباب الحرب العالميه الاولى. معاهده مما ادى وبما علاوه والزياده على ذلك، يعني هنا عندنا الروابط تعرفوا اكثر من تطلعوا على الامتحانات.
بالنسبه حاجه اخرى دابا غندوزو للحفظ. بالنسبه للحفظ اللي ما كفاش الوقت باش انه يحفظ الدروس كله حيت كاينين 16 درس، حاولوا ما امكن قصارى ما في جهدكم دابا ديروا واحد المجهود، راه ما بقى والو. غتاخذوا الدروس اللي كيتشابهوا في الفقرات وعندهم نفس الحفاظه او نفس الفقرات، جمعوهم في دقه واحده، والمعلومات اللي فيهم حفظوهم في دقه واحده. بحال مثلا شوفوا عندنا بحال مثلا عندنا الاغلبيه ديال الدروس كيكون فيهم المظاهر والعوامل والتدابير المتخذه والمشاكل والتحديات. غتحاولوا انكم هاد 3 ديال العناصر تشوفوا الدروس اللي كيتعاودوا فيهم وتاخذوهم وتكتبوا درس حدا درس وتحطوهم في دقه واحده، ماشي ناخذ كل درس بوحديته. بحال مثلا عندنا الولايات المتحده الامريكيه قوه اقتصاديه عظمى، والصين. هاد جوج ديال الدول متقدمين على المستوى الفلاحي من ناحيه ديال الابقار، من ناحيه ديال الشعير والذره، متقدمين على المستوى الصناعي، على المستوى التجاري، وعندهم نفس التقدم، يعني نفس الفقرات. هنا تقدروا تجمعوا ما بيناتهم. المستوى الفلاحه راه متقدمين، راه المساحات عندهم مساحات شاسعه، راه غير المغرب حنا عندنا فيه السكان، فيه الاراضي الزراعيه. حنا غير المغرب هما عندهم فقط مساحه كيزرعوا فيها، داكشي علاش هما متقدمين على مستوى الفلاحه، لا بالنسبه للصين ولا بالنسبه للولايات، لا بالنسبه يعني هنايا غادي تحاولوا انكم تربطوا هاد جوج ديال الدروس، راه الاغلبيه بحال زائد. بحال مثلا الدرس ديال التنافس الامبريالي وندير الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه، الاسباب والنتائج، واوروبا من نهايه الحرب العالميه الاولى الى ازمه 1929 فيها فقرات اللي مشتركه ما بيناتهم. زائد الدرس ديال المجال المغربي الموارد الطبيعيه والبشريه، راه سهل باش انكم تحفظوه، سهل يعني تقدروا على شكل قصه تفهموا، حيت راه سهل وبسيط. زائد مشكل ديال الماء، الدرس ديال مشكل الماء وظاهره التصحر، شنو هو التصحر، التراجع ديال التربه وزحف الرمال وشنو الاسباب ديالها وشنو الحلول اللي نديروا باش تبدل هاد الوضعيه. هادو راهم كيتعلقوا بالطبيعه، شي حاجه اللي الواقع تقدروا تفهموها على شكل قصه. غير دابا 3 سوايع 2 سوايع ماشي ما فيهاش الحفظ. كيبقى التاريخ هو نسبه كبيره الحفظ كتبقى في التاريخ، حيت كيعتمد على التواريخ، على احداث اللي فاتت وحنتوما خاصكم تحفظوها. اما بالنسبه للجغرافيا الاغلبيه ديال الدروس اللي فيها كيعالجوا ظواهر في الطبيعه، يعني تقدروا غير تفهموها غير من خلال الفهم. وراه شوفوا الا رديتوا البال السؤال اللي قلت لكم الاخير كيتطرح متعلق بالحفاظه، يعني من خلال هذا الفهم حتى هو تقدروا تجاوبوا عليه. غير حاولوا انكم تزربوا في هذه الايامات اللي بقاو، خذوا الدروس ديال الفهام غير فهموهم، ما تحفظوهمش. كيبقى الاغلبيه ديال الدروس هما ديال التاريخ اللي الفقرات اللي مهم نحفظوهم. وركزوا على انكم نقزوا السطوره، ماشي غير ما بين التاريخ وما بين المقدمه والعرض والخاتمه، نقزوا السطوره حتى في الكتابه ديال العرض، هي نقزوا السطوره باش تسهلوا الامر على المصحح يفهم كتابتكم. ونظموا الورقه. وشوفوا ركزوا على واحد الحاجه، ديما ركزوا على واحد الحاجه، حيت بزاف ديال التلاميذ كيطرحوا السؤال شحال ديال الدروس، لا بالنسبه للبرودكسيون ايكريت ولا بالنسبه حتى للمقاله، كيطرحوا شحال ديال الاسطور، ما كاينش شحال ديال السطوره. ولكن رديتوا البال راه الا كتبتوا غير ورقه واحده عرفوا راسكم راكم ماشيين مزيان، هي ورقه واحده، حيت الاغلبيه راه كنطلعوا على الامتحانات كنلقاو على الاقل كيعطيو واحد 2 ديال الاسئله ولا 3 كاع. طلب الورقه وعاود طلب الورقه، عرفوا راسكم راكم مشيتوا فيها. المهم كيبقى على حسب داكشي اللي عطاوكم، غير ما تكثروش الكتابه، جاوبوا فقط على الاسئله صافي. المظاهر طلبوا منكم مظاهر قوه الفلاحه. تعتبر الولايات المتحده الامريكيه قوه اقتصاديه، ويظهر ذلك في قوه لها شنو صافي. ويظهر الصناعه ديريكت. ندوز لداكشي اللي عطاوني، هادشي اللي كاين، وبالتوفيق لكم. ما تخلعوا ما تدهشوا. وغنحاول ان شاء الله نعطيكم نصائح اكثر اللي غادي تطبقوها نهار الامتحان في المواد الاخرى. وهادشي اللي كاين، وبالتوفيق.